امتياز على المعطي. هاي الحين المشكله قاعد يتكلم عنها قبل بعض الشعر وهذا ما ادري الامتياز لاعب مستوى كثير متميز حقيقه. امتياز يسجل حضور كثير جيد في الملعب، لا نبخس حقه. هذا الخيط ما ادري، خيط هذا الشعر ما ادري شويه، انا احس شويه ما لايق عليه الولد. هذا لاعب بامكانيات جيده، لاعب يملك المهاره، يملك السرعه، يملك الحماس، الرغبه، ما شاء الله عليه. لكن هذا طبعا والناس تشوف هي ما لها يعني هو طبعا مش من اليوم، هذا واضح، كان حتى مباريات سابقه موجوده يعني لاعب حقيقه، لاعب ممتاز من اللاعبين اليوم يمكن افضل لاعب في المباراه. اي والله يعني مجهود كثير جيد، مستوى، واعرف ان هذا اللاعب انه اخلاقه عاليه جدا داخل الملعب وخارج الملعب. لكن احنا عندما نتكلم عن شكل عام على لاعب، لو حد فيصل يا اخي يقولون لنا والله هاي خصوصيات اللاعبين، لكن احنا عندما نريد الكمال لله سبحانه وتعالى دائما، واللاعب عندما يظهر بهذا المستوى الجيد ويظهر بنفس الشيء بهندامه، اهتم بهندامه وبشكله، اعتقد انه بيسجل العلامه الكامله في المستوى. ونفس الشيء في، احنا ليس نقلب الكابتن، يعني اخ عزيز علينا ونحبه ونوده كثير، ليش بالمستوى اللي يقدمه باخلاقه طيب، لكن بعض الاحيان شويه هذه الامور ما نتمناها تكون موجوده بين لاعبينا هو او غيره، لان يعني احنا تكلمنا في حلقه سابقه عن القصات اللي صايره بالنسبه للشعب، هذا تعبتنا يا ابو. طرحت وجهه نظرك اليوم بالنسبه، يعني أنا هذا الموضوع يمكن حتى تكلمنا عنه قبل ما ندخل على الهواء بصراحه. بالنسبه للامتياز قد تكون حريه شخصيه، ولكن لما نتكلم عن مظهر عام في يعني ملاعبنا في مباريات منقوله على الهواء يتابعوها كثيرين سواء على المستوى الكبار او الصغار، فلا بد ان تكون هناك ملاحظه مع كل التقدير اللي يعمله امتياز كلاعب وعطائه في الملعب. لكن موضوع هذا الجديله الصغيره هذه في الشعره لغايه اسفل الظهر، اعتقد يعني بين قوسين اسف ما تليق بلاعب، لان لما نتشبه بالاخرين او نحاول نقلد الاخرين نقلدهم بشكل افضل. واتمنى ان امتياز يكون على قناعه اكثر فيما